ضيفتنا اللي بتشرفنا وتنورنا لاول مره في ساعه مع شريف دكتوره مريان نادر، اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر ودبلومه التجميل والليزر من المركز القومي للبحوث. اهلا بيك. اهلا بيك يا شريف. منوره يا دكتور. ميرسي. دلوقتي الليزر انا بشوف ان هو حاجه سحر. اولا ليه في انواع للليزر؟ لان الليزر ده عباره عن ضوء له طول موجي معين، طول الموجي المعين ده بيتارجت حاجه معينه. في ليزر خاص بالشعر. بالظبط، بازاله الشعر. بازاله الشعر. تمام. بتوجهيه على الشعر ولا على البصيله وبيعمل ايه؟ هو بيتارجت الميلانين، الميلانين ده اللي هو اللون الاسود بتاع الشعرات، هي الصبغه بالظبط. تبتدي الميلانين الموجود ده يمتص اشعه الليزر وينقلها لجدر الشعريه، يبتدي جدر الشعريه يتحرق. افريج بنحتاج من 6 ل 8 جلسات. طبعا في ناس استجابتها بتبقى 6 او قبل 6، وفي ناس بتحتاج ال8 كلهم. نزلت اجهزه جديده حديثه زي الاندياج ليزر، شعاع الليزر بيدخل لعمق معين، هو هدفه الميلانين اللي موجود في بصيله الشعر، ده اللي بيعمله الاندياج ليزر. ازاله الشعر بالليزر دي حاجه تجميليه ولا ممكن تبقى علاجيه؟ يعني في مجال تجميلي، بس في مجال علاجي. في ناس فعلا بتبقى محتاجه ان هي تتعالج بالليزر. الشعر تحت الجلد، في ناس تقعد تفرك الشعرايه كده بصابعها لغايه ما تعور نفسها وتقوم مطلعه شعرات تقوم عامله لي حبايه. برضه الليزر ممكن يعالج الموضوع ده. الشعرات الدمويه وازاي الليزر بيعالجها؟ في شعرات دمويه بسيطه في منطقه الوش، اول ما يتضرب عليها الليزر بتختفي. كمان الناس اللي بيبقى عندها دوالي في رجلها، مش دوالي كتير بس اللي هي بدايات شعرات دمويه، الدم اتجلط فالوريد قفل، في الحاجات الصغيره دي بتقفل في ساعتها، وفي حاجات ثانيه بتحتاج اكتر من جلسه عشان تقفل. الفراكشنال ليزر ده اسمه فراكشنال CO2 ليزر. هو فكرته ان هو بيحفز لي ماده الكولاجين بتاعت البشره. ماده الكولاجين دي هي المسؤوله عن مرونه الجلد، مرونه والنضاره بتاعت الجلد. احنا ممكن نستخدم الفراكشنال ليزر ده، ممكن نستخدمه استخدامات تجميليه واستخدامات علاجيه. بالظبط، لو عملنا فراكشنال مع بلازما الوش هيتشد ويبقى جميل. في بعض الحالات بنستخدم الليزر وبنكمله بحاجه. بالظبط. او ممكن هو يبقى مكمل بحاجه. ممكن الليزر يكون لوحده في حالات معينه، ممكن نعمله ميكس في حالات زي اثار حب الشباب والستريتش مارك، وحتى بعد البوتوكس الخطوط التعبيريه الثابته. انا بشكرك جدا، شرفتيني ونورتيني، ونحب نشوفك دايما عندنا.